السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. السندوتش قال بقى ب20 جنيه. الكبدة اللي كنا بناكلها ب5 جنيه بقت ب20 جنيه. على ايه؟ احنا ما شاء الله علينا شاطرين نجيبها ونعملها في البيت. الاول كنا بنجيب السندوتش ب5 وب10 اقصى حد من عند الفلاح من عربية. دلوقتي ما شاء الله سندوتش بقى ب20 جنيه. احنا بقى نجيب في البيت كده ونعمل زي الشاطرين، ونعمل طحينة ونجيب مخلل ونعملها زي الشاطرين. ما شاء الله جبت نص كيلو 75 جنيه، غرق الدنيا. ما شاء الله. بصي هوريك التريكات بتاعتها كلها. وبطاطس المحمره بقى في القلايه بقى تحفه. وهتحبشي بقى الاكله كده، واكله اقتصاديه وجميله جدا جدا. اللي بيحبها، اللي بيحب كبده الشارع طبعا، واللي وصل لحد هنا يعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. بصي الجمال، بصي بقى جمال الكبده عامل ازاي. اكنك بتاكلي في مطعم بالظبط، بس تاكلي بقى براحتك، مش تقومي تدفعي 200 جنيه ولا حاجه واسمها كبده العربيه. بصي يا ستي، انا عندي 4 قرون كده فلفل. ده فلفل مش حار قوي. وعندي نص كيلو كبده ومعلقه توم ومعلقه كمون ومعلقه شطه ومعلقه فلفل اسمر وتوم باودر على بصل باودر، كده خلطه كده، معلقه متخلطه. تعالي بقى اوريك التركه بتاعتها. طبعا احنا بنعملها بالزيت، لان هي كبده اللي بره في الشارع دي بيبقى معموله بزيت، بس طبعا هي مش بزيت تومين يعني، زيت تاني يعني يكون ايه، يصلح ان انت تعملي بيه الاكل، عشان ريحتها تبقى في الكبده نفسها. انا بنزل الزيت الاول وانزل معلقه توم، ما بحمرهاش، انا بنزلها بس في الزيت عشان تدي ونص التوابل اللي انا عندي من معلقه ومعلقه ومعلقه، باخد ايه، ربع ربع ربع. بصي باخدهم على طراطيف صوابعي ازاي، عشان تطعم لي الكبده لما تنزل فيها. يا دوبك بس اشم ريحه التوابل، مش ريحه الثوم تتحمر اروح نازله بقى بالكبده. بصي على طول دي ورا دي على طول، وما تقلبهاش عشان ما تنزلش السوائل بتاعتها. وتعمل بقيه التوابل بقى بحطها عليها. صدقوني يا جماعه، انا وبنتي وجوزي بنموت بنموت فيها. طبعا الكبده البلدي ليها طعم تاني، بس برضو والله دي جدا جميله جدا. بنزل بقى نص معلقه التوم، انا خدت نص المعلقه الاولانيه ودي نص المعلقه التانيه. واحط بقى معلقتين خل، وبرضو ما بقلبش. واحط برضو الفلفل، برضو انا ما قلبتش الكبده. قولي لي ما قلبتش الكبده ليه؟ عشان ما ينزلش السوائل اللي فيها وتتهري لما تيجي تتحمر وتمسك نفسها كده ولونها يتغير. التركه دي مهمه جدا. عندي بقى ايه، فصين كده من الليه، تطعمها لي بقى وتديها ريحه ايه، ريحه الليه كده فيها، بتخليها جميله. بصي ما شاء الله لما احمرت بقى، بصي انا قلبتها ازاي لما مسكت نفسها، عشان تمسك نفسها وتبقى زي ما هي حيه كده. طبعا بالبلدي بقى بلغه الامهات. احط بقى شويه ملح عشان انا نسيت احط ملح. طبعا قعدت ارغي معاكم، طبعا انتوا وحشتيني جدا جدا، فانا قعدت ارغي معاكم. بس صدقوني يا جماعه الاكله دي جميله جدا. طبعا انا بجيب من عند واحد ما شاء الله كبدته دي الله اكبر، مشهور كده وبيبيع الكبده والسجق والحاجات دي، يعني نعم مستورده، بس انا واثق فيه حقيقي. الكبده بتاعته جميله ما شاء الله. جبت بقى فينو، حط كده رشه طحينه الاول، واعملي بقى سندوتشات زي ما انت عايزه لاولادك في البيت بقى كده. اعمليها يبقى كأنك بتاكلي من بره، وحاجه اقتصاديه طبعا. مفيش حاجه اكله دلوقتي بتتكلف يعني 75 جنيه، وبالفيلو كله 100 جنيه، مفيش الكلام ده. طبعا الاولاد هيحبوها طبعا. وانا عايزه اقولك ان الكبده المستورده ولا ليها ريحه، ملهاش ريحه زي الكبده البلدي. ففي اطفال كتير قوي قوي ما بتحبش الكبده البلدي، يعني انا عندي بنتي ما بتحبهاش دي عشان من غير ريحه، فهي بتحبها. بصي بقى قطعت جنبها خيار وجنبها بطاطس محمره كده في القلايه. وعندي كده تاني ياكلها بعيش بلدي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله مع سجق الشارع.